كراسة حنان أشهر وأغلى كراسة في تاريخ مصر، اترسم جواها خطة عبور الجيش المصري لقناة السويس، وكانت وش السعد على المصريين. حكاية كراسة احتوت على خطة العقيد صلاح لساعة الصفر. رغم مرور 42 سنة على تحرير المصريين لأرض سيناء، لكن لسه الذكريات بتتجدد عن مواجهة أكتوبر المجيدة اللي سطرت أمجاد عظيمة لرجال القوات المسلحة. تخيل ان خطة المواجهة دي اتكتبت في كراسة بنت واحد من اشهر قادة نصر اكتوبر. ايوه، في كل مرة بنرجع نفتكر فيها نصر اكتوبر بنفتكر الجنود والدبابات والعبور العظيم، لكن قليل اللي يعرف ان في خلف الكواليس كان في لحظة غريبة جدا وبسيطة في شكلها، لكنها كانت بتحدد مصير حرب كاملة. لحظة بدأت من كراسة مدرسة لبنت صغيرة اسمها حنان، اتحولت في ايد ابوها العقيد صلاح فهمي لورقة سرية فيها اخطر قرار في تاريخ المعركة. الحكاية بدأت لما القيادة المصرية كانت محتاجة تحدد ساعة الصفر للهجوم على قوات الاحتلال، وكان القرار لازم يكون دقيق جدا مش أي يوم وخلاص. لكن ساعة وشهر وظروف كاملة خدم المصريين في الوقت ده وتكون في صالحهم هم والجانب السوري، وأي خطأ في التوقيت كان ممكن يغير كل حاجة. المهمة دي وصلت للعقيد صلاح فهمي، وقتها كان مسؤول عن التخطيط داخل هيئة العمليات، واتقال له إن قدامه أسبوع واحد بس عشان يحدد الموعد النهائي للهجوم. أسبوع واحد لمهمة ممكن تغير تاريخ بلد بالكامل. صلاح ما قعدش في المكتب مستني تعليمات، لكن بدأ يشتغل على كل التفاصيل بنفسه، وقعد يراجع دراسات عن مواعيد الأعياد في إسرائيل، امتى بيكون عندهم يوم كيبور اللي فيه البلد كلها بتقف تقريبا، ودرس طبيعة الحياة عند العدو، امتى الحركة بتكون شبه متوقفة في البلد والجنود أجازة وأقل استعداد، وفي نفس الوقت راح الأرصاد الجوية عشان يفهم حالة الطقس، حركة المد والجزر في القناة، وتوقيتات القمر. وده لأنه ببساطة كل تفصيلة ممكن تأثر على عبور الجيش المصري. حتى موضوع الكباري والآليات اتعمل له دراسة لوحده عشان يعرفوا ازاي ممكن تمشي في المية والدنيا ضلمة. الوقت كان بيجري والتخطيط وصل لمرحلة ضغط رهيبة، ولما القائد صلاح رجع البيت في ليلة حاسمة ملقاش ورق قدامه، بص لقى قدامه كراسة بنته الصغيرة حنان، وفورا قرر فيها يكتب خطة المواجهة. الكراسة اللي كانت معمول فيها واجب مدرسي ورسومات بسيطة اتحولت فجأة لورقة سرية مكتوب فيها توقيت بداية واحدة من أعظم المواجهات في التاريخ. اختيار شهر رمضان كان مقصود لأن التوقع عند العدو إن المصريين في حالة هدوء، وأكيد يعني مش هيعبروا هم صايمين. وكمان اختيار يوم كيبور عندهم كان عنصر مفاجأة كمان. في اليوم اللي بعده الكراسة دي اتعرضت على هيئة العمليات، وكان في منع كامل لاستخدام أي أجهزة طباعة حفاظا على السرية، والكل اتفاجئ بالدقة اللي مكتوبة بيها الخطة، لدرجة إن اللواء الجسمي لما شافها قال إنها ممتازة وطلب تفضل زي ما هي من غير أي تعديل. ومن هنا بدأت رحلة الكراسة الصغيرة، اتنقلت من إيد لإيد، من هيئة العمليات لحد المشير أحمد إسماعيل، وبعدها وصلت للرئيس أنور السادات اللي اعتمدها كجزء من القرار النهائي لبدء الهجوم. الغريب في القصة إن ورقة بخط إيد بسيط في كراسة عيلة صغيرة اتكتب فيها توقيت لحظة عبور الجيش المصري لقناة السويس، اللحظة اللي رجعت فيها الأرض واتبنى عليها تاريخ جديد لمصر.